هلو هلو، نتمنى تكونوا بأفضل الأحوال وانتم كتفرجوا في هاد لا فيديو هادي اللي بغيت ندوي فيها على التغيير هو الشيء الوحيد اللي ثابت في الحياة. كل شيء يتغير إلا التغيير. بما أنه حنا على أبواب سنة جديدة، وهذا هو الوقت المناسب في نفهموا عملية التغيير كيفاش كتوقع. فاش كندويو على التغيير، كاين تغيير اللي هو داخلي وكاين تغيير اللي هو خارجي، ما هو مظهر والشكل إلى آخره. مع الأسف كاين تركيز بزاف على التغيير اللي كيكون ملاحظ، نضربوا مثلا على الأكشن، على السلوك كيفاش نبدلوه، ولا على العادة كيفاش نبدلوها، وكنغفلوا على واحد الجانب اللي هو مهم، اللي كيتمثل في المونتاليتي ديالنا والطريقة ديال التفكير ديالنا والمعتقدات اللي عندنا على هذاك الموضوع اللي بغينا نديرو فيه واحد التغيير. فاش كندويو على التغيير اللي هو داخلي، فكنقصدو بالدرجة الأولى الأفكار اللي عندك على راسك، والأفكار اللي عندك على هذاك الموضوع اللي باغي دير فيه واحد الشونجمون. نقولوا مثلا الأكل الصحي، ولا الأداء الدراسي ديالك، ولا الخدمة، ولا لي لونغ، ولا كو ساسوا أي موضوع اللي انت ولا انت كتطمح أنك دير فيه واحد التغيير. البداية ديال التغيير من ما هو خارجي ما كتكونش موفقة، وما هي إلا مسألة وقت، وكتوقف ولا كتحبس وكتولي محبط أكتر من الأول. كتولي تسول راسك علاش ما قديتش، علاش أنا عارف مثلا أنه عندي مشكل ديال اللغة، ما كنهضرش مزيان مثلا لونجلي، وأنا محتاجها في الخدمة ديالي ولا في القراية ديالي، وكنبدا واحد السيمانة واحد الشهر من بعد كنلاشي كنحبس. ياك ما أنا فاشل، ياك ما فيها شي ديفو. المشكل انك بديتي من البلاصه الغلط. نقولوا مثلا هذا انت ستيلو زرق، بغيتي تولي ستيلو احمر. مع الاسف لي زانفو اللي منتشره جدا والحوايج اللي كنعرفوها على التغيير هي انه يكفي انك كستيلو زرق تدخل في غلاف ولا في جوا اللي هو احمر، وغتولي انت البطل المغوار وتولي ستيلو احمر. ولكن مع الاسف انت باقي ستيلو زرق. واي واخا كتبان حمر واجتهدتي، مشيتي شريتي هاد اللبسه وهاد الطاقيه ودرتي يمكن مجهود باش تقدر تدخل في هاد الغلاف، مساله وقت كتكتشف بلي راك باقي ستيلو زرق، لانه كتبدا من البلاصه الغلط، كتبدا من هنا من برا. التغيير خاصو يبدا من الداخل. هاد المداد هذا هو اللي عليه الفيلم كامل ديال التغيير. دماغك، طريقة تفكيرك، معتقداتك، ماشي غير على العالم والمحيط اللي داير بيك، حتى على راسك. راه ما يمكنش واحد كابر بواحد الفكرة على راسو ديال انه مكلخ مطنق، واخا يتضارب مع برا مع الشكل تاعي باش يبان واعر، راه ليدي اللي مرسخه ليه في دماغه كتبقى انه مكلخ. يعني واخا كيحاول وكيجتهد، ديما غادي يستخدم بشي حاجه اللي كتعاود أكد ليه هذيك الفكرة اللي عنده. يقول بصح حاولت ندير مشروع ما صدقش، حاولت نقرا ما وصلت فين، حاولت ندير هادي ما يمكن، انا بصح انا مكلخ. علاش؟ حيت ما بداش بهذيك الفكرة. حيت هاد الشيء هو اللي صعيب، اللي غتبغي تبدل هاد المداد وتخوي هاد الستيل هذا من المداد الزرق وتعمرو بالمداد الاحمر، ياخذ مجهود، ومجهود ديال المواجهة مع الذات ديال أنا كنواجه راسي بشنو مخبية هنا، شنو عندي هنا في هذا الراس. دونك من بعد هذا المثال اللي حاولت نوضح فيه البداية الصحيحة ديال التغيير منين كتكون، كنتمنى انه وانتم كتوجدوا 2025 وانتم كتوجدوا العام الجديد، بركه ما تبقاو كديروا في نفس الاخطاء، بركه ما تبقى تشوف في راسك لا تستحق، بركه ما تشوف في راسك شياطه، بركة ما تشوف راسك انك على الهامش. وفاش كنقول لك ما خصكش العام اللي جاي يلقاك باقي في نفس الحالة، ماشي على الناس الاخرين، لاجل نفسك اولا، انه انت لست على قيد الحياة عبثا. كون كنتي زايد نقص في الدنيا كون راك مشيتي ولا ما جيتيش لها اصلا، ولكن انت عايش، الجسم ديالك يصارع، والخلايا ديال الجسم ديالك مسكينه خدامه وكتجتهد. ملايين الخلايا في الجسم ديالك تسعى لخدمتك، تسعى لانك باش تكون تحس بالحياه في الجسم ديالك، وانت كترفض. طبعا حالة المستعصية هناك علاجات، هناك تدخلات، انك فاش كتحس بالحالة ديالك غراف
تمشي تقصد أهل الاختصاص، راه ماشي كيطلع لك هذاك ديال 5 أسباب لتعرف أنك مكتئب، وكتشوف كتلقى العياء في الصباح، كنعيا في الصباح، فقدان الشهية، ما بقيتش كناكل، أنا مكتئبة، اكتئاب. بعدوا على دوك التشخيصات، هذا تزيد الطين بلة. التشخيص اللي هو حقيقي كناخدو عند مختص، هذا الشيء بالنسبة للحالات الغراف، ولكن الغالبية العظمى ما عندهاش شي مشاكل اللي هي عميقة، هذاك فقط صراع مع الذات، عدم وضوح، لأنه هذا الواقع اللي ولينا عايشينه، اللي كتشوف فيه الإنسان الآخر مثلا شحال هذا كيكون الإنسان في واحد الحي اللي هو فقير وشعبي ولا ما قاريش ولا هذا، كيشوف غير الناس اللي بحاله، يعني هذاك الواقع اللي هو فيه ما كيتحداش هذيك الرؤية ديالو على الحياة. ولكن دابا لا، دابا راه كتكون انت جالس ما بيك ما عليك في محلبة كتاكل مسكوتة سميت، كتاكل مسكوتة وتحل التليفون كتلقى واحد قدك راكب شي طوموبيل واعرة وكاين في شي بلاصة واعرة، كتحدى هذيك الرؤية بزز منك، واخا تحاول تتغاضى وتتجاهل كتولي تضرب لك في بالك اش هاد الحالة انا فيها، شنو اللي صحيح وشنو اللي خطأ في الحياة. هاد الصراع كيدير واحد الانهاك، كيدير واحد الارهاق وواحد المشاعر اللي هي مخربقة. فالإنسان كيلقى هادوك التشخيصات اللي هي منتشرة بكثرة واللي هي تشخيصات ليست بصادقة ولا حقيقية ولا عملية، ويولي يقول أنا في اكتئاب، أنا في هادي، أنا في هادي، ألوغ كو الموضوع ما فيه هو سوء فهم. أنا فاش غادي نبغي نتبدل، وحنا دابا كندويو على التغيير، غادي نجلس للأرض نواجه راسي، نواجه هادوك الأفكار اللي عندي عليا بعدا شكون أنا. سول راسك هاد السؤال، من أكون، شنو هما الصفات اللي كنشوفهم أنا في راسي، أنا بيني وبين راسي. وشوف واحد الحاجة، لا تستطيع أن تخدع نفسك، واخا تحاول تكتب مثلا وانت كتجاوب على هذاك السؤال ولا بينك وبين راسك تكتب ولا تقول أنا شخص رائع، تعرف راسك كتكذب إلا ما كنتيش رائع. رائع غير مثال. وهذا الشيء كيتطلب واحد الوقت وواحد الاستثمار ديال المجهود والتركيز مع راسك. واصلا علاش حتى ما تستثمرش وقت في راسك وما تستثمريش وقت في راسك؟ سنوات من عمرك وعمرك الثمين مشات هباء منثورا استثمارا في الناس الاخرين، في المشاكل ديال الناس الاخرين، في المشاغل ديال الناس الاخرين، في شي حاجه اللي ما كتحسيش بها اصلا كتعنيك. نفسك اولى، وان لنفسك عليك حق. والانسان اللي ما كيعطيش للنفس ديالو الحق ديالها وكيزكي نفسه وكيطورها وكينميها، صعب جدا انه يكون انسان نافع ومفيد للناس الاخرين، والا فهو كيكون كيحرق في ذاته. ما كنسوقش للمشاعر ديالي، ما كنتسوقش للاهداف ديالي، ما كنتسوقش انني نحب نفسي، انني نعتني بنفسي، وكنجري مع الناس الاخرين، ندير لهذا، نقضي لهذا غرض، نعاون هذا، نشرح لهذا، نطبطب على هذا، نواسي هذا. علاش ديتي راسك وشعلتي فيه العافيه وبقى فيك غير الكادر، الرماد واقف قلك ها طيحي تشتتي كامله. ماشي بالضروره انها غتاخد سنوات ولا انك غتبلوكي حياتك كامله وغتبقى غير مقابله راسك، نو. وانت كتمارس حياتك العاديه اليوميه، فين لقاتك هاد لا فيديو هادي، لقاتك كتقرا خدام ناعس جو سي با كوا، بقى هذيك لا سيتوياسيون، لانه الخدمه اللي هي داخليه ما كتحتاج منك حتى شي اجتهاد خارجي وشي، كتبقى مواجهه فقط مع الافكار والمعتقدات ديالك. من اللي نسالي من راسي والمعتقدات ديالي على راسي، ديك الساعه كنشوف انا الجوانب اللي بغيت نتبدل فيهم. مثلا يمكن الصحه ديالي، الجسم، البادي شيب، يمكن المدخول ديالي المادي، يمكن المستوى الدراسي ديالي، كنحدد شنو محتاج يتبدل. ديك الساعه كتكون الخدمه ساهله. الساعه ملي كنقول مثلا انا بغيت نغير البادي شيب ديالي، وكتكون انا الافكار والمعتقدات اللي عندي هنا على الرياضه وعلى الاكل الصحي نقيتها ونضيتها مزيان، ما بقاش عندي ديك الافكار مثلا ديال الرياضه على انها صعبه، ان الماكله باس لا وما فاهمه يتكل. كنصحح هاد الافكار وكنعاود نبحث، لانه دائما كنرجع وكنقول راه كتحتاج مجهود. كنبحث انا على الاكل الصحي شنو الفائده ديالو، دراسات اللي يكونوا زوينين ويجوني في المذاق ديالهم مزيانين، وكتبدا تغير المنظور ديالك والمعتقدات ديالك مثلا على الرياضه والاكل الصحي.
راه فاش غتولي تمشي لاصال وتولي تاكل صحي ما عمرك غتعكز عليها اصلا، اللهم الا كان شي عائق اللي هو المرض ولا شي حاجه، شي ظرف اخر، لانه كيف قلت في الاول حنا ماشي آلات. العامل ديال انك طيح مره وارد، يعني كتولي تدير هذيك العاده بسلاسه بسهوله. علاش؟ لانها تبدل. ومثلا في القرايه نحيد هذوك الافكار وهذوك المعتقدات اللي عندي مسبقا استدخلتها من المحيط ولا من الناس ولا من فين كبرت. الفكره اللي عندي مثلا انا ما عنديش مع الحفاظه، ولا انا فهمتي ثقيله، ولا نحيد هذوك الافكار نلوحهم ونبدا نرسخ في افكار اخرى. نبدا بشي حاجه اللي هي سامبل بسيطه مثلا ونفهمها وندير فيها مجهود، نقراها ونخدم عليها من نيتي، وغادي نلقى بلي فهمتها واللي قدرت انني نستوعبها. دونك كتبدا تبدل هذاك المعتقد اللي هو ما صالحش ليك بواحد المعتقد اللي هو صالح ليك. مثلا انت دايره مع التمنيه غادي تقراي وكتقرب التمنيه كتقولي بلاتي نجمع البيت وعاد نقرا باش نكونسونطرا مزيان. كتجمعي البيت كتلقايها 9، تقولي بلاتي فيا الجوع نمشي ناكل شي حاجه ودير لي واحد الكاس ديال اتاي وهذا باش نركز مزيان. كتمشي تاكلي وديري اتاي وداكشي ما كيجي فين ترجعي حتى كتلقاي 11 الليل. كيقول لك راسك فينا النعاس يلاه نعسو، يعني كديري هكا وكتهربي على هذيك الخطه. علاش؟ لانه المعتقد اللي كان عندك قبل هو اللي حاكم، هو اللي مسيطر. وفرضا انك جاهلتي هذيك الافكار الثانويه، راه واخا تجلسي هذيك الساعتين ما غاديش تديش فيها مزيان وما غاديش تنتجي فيها مزيان كيف ما يجب. علاش؟ انه المسيطر هو هنا. ومن بعد مورا ديك الساعتين غتلقاي راسك ما فهمتي والو ولا ما حفظتي والو ولا ما انجزتي حتى حاجه. شنو غادي تقولي ديك الساعه؟ والله حتى هاد الماده صعيبه، والله حتى هاد القرايه ما دياليش، نمشي نشوف ليا انا شي حاجه اخرى حيت انا ما كنعرفش نقرا وراسي ثقيل. كتزيدي تاكدي هذاك المعتقد اللي عندك قبل. يعني انا خصني نديتيكتي دوك الافكار اللي معششه ليا هنا اللي ماشي ديالي، راه كنكون غير استدخلتها لانه انا كون مشيت كصفحه بيضاء ومشيت جربت نقرا وتبعت الطريقه اللي هي سليمه وصحيحه، غادي يكون عندي معتقد صحيح لانني راجعت وفهمت وقلبت على التقنيات الصحيحه وفهمت ديك الماده كيفاش خاص تراجع اصلا وراجعتها. غادي نحصل على واحد النتيجه. ديك الساعه غادي ما غاديش يكون عندي معتقد اللي هو سلبي ديال انني ما عنديش مع هاد الماده ولا انني راسي ثقيل ولا جو سي با كوا. دونك هذوك الافكار اصلا كتكون مستدخله من المحيط الخارجي، من الوعي الجمعي ديالنا، ما كتكونش ديالك. ملي كتحيدها وكتحطيها دوك كترميها في الزبل وكتجيبي معتقدات اللي هي وحده اخرى ديال انني نقدر نحاول. انا ماشي كسول ولا كسوله، عندي عقل، عندي واحد 2 كيلو، شحال كيوزن في وسط راسي، هز واحد المخ، نقدر نفكر. دونك نقدر نفكر حتى في هاد الماده ونقدر نفهمها، نعطيها فرصه. ديك الساعه حتى هذيك الساعتين اللي كتكوني مبروغرامياها مثلا في النهار ديالك، ولا حتى قررتي انك تراجعي فيه هذيك الماده، ما كتبقايش تهربي منها. ولا منين كتجلسي ديجا بدا التليفون ولا تبقاي تفكري بشي حاجه اخرى خارجه عن الماده، ولا كتجلسي جالسه غير بزز. لانك هنا كتكون اقنعتي راسك انا نقدر نحاول، انني انا ماشي مكلخه في هاد الماده، انا ماشي راسي ثقيل، انا ما عمري جربت اصلا من نيتي باش نعرف واش راسي ثقيل. ما كاينش شي حاجه سميتها راسي ثقيل. يا اما هذيك الماده متوافقه معايا انا كانسان كذات كتركيبه بشريه، ولا ما متوافقاش معها، ولكن غادي نحاول، غنعطيه الفرصه لراسي. ديك الساعه كتجلسي لانه عندك فضول وعندك حماس وعندك استعداد ذهني الافكار والمعتقدات اللي عندك على هذيك المراجعه وهذيك الماده وهذيك القرايه تم تعديلها، تم تصحيحها. ضروري كيكونوا واحد الابس اند داونز، ولكن اللي كيغلب هو هذاك الشيء اللي عندك في المعتقدات وفي الافكار. نتمنى نكون وصلت الفكره مزيان وتنفعكم هاد لا فيديو وانتم كتوجدوا ل 2025. السلام عليكم.